مسلسل كل الناس تابعته او اهتموا بيه مؤخرا، وكله قال لي اتكلم عنه. والمسلسل ده فعلا بيمثل كل بيت، اللي هو مسلسل لام شمسية. اصبح حديث الجميع. ليه اصبح حديث الجميع؟ لانه بيحكي اوجاع موجودة حوالينا، وكتير الاوجاع دي احنا مش بنبص لها. المسلسل مش بس بيحكي عن فكرة ام قوية بتواجه تحديات الحياة، لكن هو كمان بيغوص في فكرة اعمق شوية واكبر شوية، اللي هي امتى الام بتتحول لشمس تنور للكل ومع ذلك محدش بيشوفها. يعني ممكن تحرق نفسها في شغل البيت وتعب وحاجات كتير ومحدش اصلا بيشوفها تماما. ومين الغلط؟ فليه الام بتنور لغيرها وتنسى نفسها؟ وهنا البطلة مش مجرد ام، هي نموذج لستات كتير بيعيشوا في الظل، يعني عشان ولادهم يعيشوا في امان وعشان يفضلوا حواليهم بخير، يفضلوا ان هم يضحوا بنفسهم. لكن سؤال مهم، هل ده صح؟ هل كده الام؟ وهل لما الام بتفضل تدي بلا مقابل، مين هيفتكر يديها لحظة او يعترف بتعبها؟ يعني السيناريو ده احنا بنشوفه كتير على الجانب النفسي جدا وبنواجهه. ام بتواجه ضغط مستمر كأم كزوجة، وكمان احيانا تبقى هي العائل الوحيد للاسرة، تخيلوا. وبين احتياج تاني بيتخزن ويتخزن يتخزن ويظهر ممكن بعد فترة، زي احتياجها الطبيعي انها تكون انسانة لها رغباتها واحلامها وطموحاتها. عشان كده ممكن نشوف بنت تتهرس في العشرينات والثلاثينات، وممكن تلاقي فترة الاربعينات في ازمة منتصف العمر. الحاجات اللي ما كانتش تحس بيها في العشرينات والثلاثينات بدأت تظهر في مرحلة الاربعينات، يعني وتواجه ده لوحدها ومع نفسها. فهي بتكبت رغباتها واحلامها وطموحاتها. واحيانا المجتمع كمان بيوصل لها ان دور الام واجب مش اختيار ولازم تقوم بيه، وتضحي عشان خاطر ولادك وعشان خاطر جوزك وعشان خاطر عيالك وكده. فالدراما النفسية هنا مش مجرد قصة، هي حقيقة بنشوفها في حياتنا، لأن المسلسل بيلقي الضوء على حاجات بتحصل حوالينا كلنا. الست اللي بتعيش دور الأم القوية، وحتى لو جواها ضعف ما ينفعش تعترف بيه ولا قدام نفسها ولا قدام حد، وهي بتقول لك لا أنا قوية جدا. وطبعا اللي بيبالغ بالقوة ده بيكون هش من جوه، فبتتعب نفسيا، ومهما تتعب مش بتلاقي دعم. وحتى الام اللي بتعمل المستحيل عشان خاطر ولادها اول ما بيكبر ينساها، يعني لانه ما شافهاش بتحب نفسها. وبالتالي كمان المجتمع بيشوف ان ده تضحية طبيعية، وان الست لازم تتحمل بلا مقابل، والولد بيطلع بنفس فكر المجتمع بالظبط. هنا المسلسل بيقول لك ايه؟ يعني ركز في